السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. وينعاد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. يلا بقى نستقبل ضيوفنا ونعمل حلويات العيد بالحاجات الحلوة دي. هنعمل جيلي وكاستر وكريم كراميل. يلا بينا نبدأ. جبنا حلة وحطيناها على النار، وجبنا كوباية مية، كوباية عادية خالص، بس ده كبيرة شوية فأنا مالية بالكوباية العادية. تمام. وهننزل بيها وهنسيبها تغلي معانا. غلت معانا، هننزل بقى بمعلقة سكر واحدة بس علشان ده باكت واحد بس. تمام. وايه، باكت واحد بس، فهنعمل كوباية واحدة سخنة وكوباية واحدة ايه ساقعة من التلاجة. تمام. كده اول ما غلت كده بنقوم بقى طافيين النار على طول وندوبها كويس جدا. واول ما تدوب معانا ننزل بكوباية سقعانة. تمام. دوبناها بالشكل ده، شايفين هي دابت خالص اهي. تمام. هنقوم جايين نازلين بكوبايه ميه بقى ساقعه من التلاجة، شايفين مشبره ازاي، من الفريزر كمان بجد. تمام. ونقوموا بقى نقلبوه كويس جدا، ونصبه بقى في الايه في الحاجه اللي هنصب فيها. عندك بقى اشكال صب فيها، عندك شبه كده صب فيها. انا عندي بقى حاجات اللي هي اسمها ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي الازاز دي. وعندي بلاستيك وعندي حاجات كتير صراحة يعني. هنصبه بقى، هو الباكت الواحد بيعمل 4. تمام. شايفين نفس الحلة، هرجع اغسلها علشان معوز حلات كتير. تمام. وهنزل بقى في كوبايتين مية، جبت بقى الكوباية العادية علشان تبقى عارفة معايا، كوبايتين مية علشان 2 باكت، وهنسيبهم نغلي. اول ما غلوا معانا نزلت بمعلقتين سكر، كل باكت عليه معلقة سكر واحدة، وهو حسب الرغبة، بس انا مش بحبه مسكر. تمام. اول ما غلى معايا بقى هنزل بقى الجيلي ده، جيلي تفاح طعم جديد يعني، لسه اول مرة هدوقه المرة دي. في اناناس ومانجا وحاجات كتير دقتها، لكن ده لسه اول مرة ادوقه. هندوب، ندوب كويس جدا. اول ما داب معانا كده ننزل بكوبايتين مية بقى ساقعين ساقعين خالص من الفريزر. يا رب يتعاد علينا وعليكم الأيام بخير، وربنا يحقق لنا أمنياتنا يا رب إن شاء الله، والسنة الجاية نكونوا محققين كل اللي نفسنا فيه، ونكونوا على جبل عرفات. الله، ما فيش أجمل من كده. بجبنا بقى كده اطباق بقى حسب اللي عندك. لو انت بتحبي بقى اطباق تكتري شوية، هاتي اطباق اصغر شوية لو عندك اطفال وكده يعني. ونزلنا بنفس الحلة كمان، يعني مغسلناها وجبناها تاني. كوباية حليب كبيرة كده، ونص كوباية، ده لباكت واحد بس كريم كراميل. طبعا لسه على البارد، زي ما انا نزلت بالباكت كريم كراميل ودوبته كويس جدا. اللبن بقى متلج، عشان كده نزلت بيه ودوبته كويس جدا. ده طبعا كراميل بيجي معاه كده كيس، فبنجيب كوبايات بقى ونفضي فيها، او الحاجة اللي انت هتفضي فيها، وتقومي جايه حطاهم في الفريزر بقى لحد بس ما تخلصي. تمام. ونفضل بقى ندوب في الكريم كراميل لحد ما يغلي معانا. هو خلاص غلى معانا اهو. هنعبيه بقى في الكوبايات بتاعته. بقى نفضيه كله. شايفين دول اخر حبة معانا. انا عملت باكت واحد، انا عملت من كل حاجة حاجة بسيطة جدا، لاني انا يعني ما عنديش اطفال لسه، انا وزوجي بس، وربنا يعطي كل مشتاق يا رب. جبنا بقى نفس الحلة برضو، حطينا فيها كوبايتين حليب، وكل كوباية حليب هحط عليها معلقة سكر. تمام. انا بعتبر الكوباية دي 3 كوبايات من الصغيرة. تمام. فانا هحط 3 معالق سكر. وهحط كمان 3 بقى معالق
كاستر. تمام. المعلقة ممسوحة كده مش كتير يعني، بالشكل ده. تمام. لسه طبعا بوريكم اللي انا لسه ما شعلتش النار. هدوب بقى على البارد خالص، وبعد كده هنولع النار بتاعتنا ونفضل بقى نقلب، ما نسيبهوش خالص يعني. والكريم كراميل كمان ما بنسيبهوش لانه بيفور. هنقلب بقى كويس خالص لحد ما يتمسك معانا. شايفين يتمسك معانا بسهولة ازاي؟ هنفضل بقى القوام اللي انت بتحبيه تفضلي تقلبي كويس جدا. يعني لو بتحبيه سميك يعني تخين شوية، افضلي قلبي كتير شوية كتير على النار. لكن لو بتحبيه، انا مش بحبه تقيل قوي يعني وسط كده، عشان يبقى مش بحبه ماسك. واعملوه بنفس طريقته بجد هيعجبكم قوي. تمام. هنعبيه بقى في الاطباق بتاعته. ده هيعمل معايا 4 اطباق. طبعا هيعملهم 4 اطباق لانه كبير شوية، طبق كبير شوية. وانا قلت لكم اللي انا عاملة كميات قليلة علشان ما يبص عندي في التلاجة، حسب الضيوف اللي هتجيلي بقى. تمام. ولو بحتجت تاني بعمل تاني بعد العيد، يوم العيد لو احتجت والكمية خلصت بعمل تاني يوم العيد عادي خالص. وانت ما تكتريش، حسب الافراد اللي عندك اعملي. تمام. هنحط بقى هنا على الوش جوز الهند وزبيب. طبعا لو انت عايزه بقى تحطيه في اطباق بلاستيك عشان تعرفي تقلبيه. تمام. وبعد كده احنا بنعمل مشمشيه، هنحط بقى عليه مشمشيه وحاجات من دي، بيبقى تحفه بجد. استنوا بقى الفيديو اللي هينزل تاني، هكمل لكم فيه باقي حاجات العيد، وبجد هتعجبكم قوي. ولو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسونيش بلايك وشير وكومنت حلو كده، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.